السلام عليكم. اليوم موضوعنا السفارات الليبية، بحكم أني موظف في السفارة الليبية في كندا. عندي خلفية بسيطة خلال السنتين اللي فاتن على السفارات اللي برا وما يدور فيه. أنا وجهة نظري في خلال المرحلة الراهنة الآن وما تعانيه الدولة الليبية من ظروف مالية، وما يمر به إخواننا في الداخل من ظروف قاسية، وما يعانيه أبطال الجيش الوطني في ساحات القتال، حرام والله العظيم حرام. ناس قاعدة برا، أنا واحد منهم، أنا مروح إن شاء الله الأسبوع الجاي، مش حنقعد في المهزلة هذه طبعا. ناس مكدسين في السفارات برا وما فيش حد يدير في شيء، والله ما يشتغلوا ولا يديروا في حاجة، ما يديروا في شيء. كنا ساكتين ومش نتكلموا، قلنا المرحلة تمشي، هي دف تولع، تمشي تو تمشي تو يصير منها تو مش عارف شنو، تو يصير صلح، تو اللي بين يتفاهموا، تو البلاد ما بيش يخشوا فتنة ويخشوا الناس في بعضها. لكن هذا الواقع. أنا نحكي مش أحد المواطنين اللي يسمع ولا حاجة، أنا موظف في السفارة ونشوف فيها. سفارتنا أنا في كندا مكدسة 30 واحد دبلوماسي، أقل درجة العبد لله، مرتبات لا قوة إلا بالله، الحمد لله. يكذب عليكم حد؟ والله في اللي ما يجيش السفارة بكل، ما يشتغلش بكل، له سنتين وقاعد مزانا ياكل ويشرب ويقرا هو وعياله وظناه ومتمتع وعايش حايسين في رزق الدولة. أنا الحمد لله لا ما عندي منها شيء. السفارة أكثر من راتبي والله ما عندي منها حاجة، واللي يركب على الجمال ما يغطيش راسه. أنا ما عندي منها شيء، لاعبين فيها الجماعة هانا وفي السفارات الأخرات كلهم، والله ما همتهم البلاد ولا همتهم ليبيا. أنا كل يوم نين مرضت خلاص، نين شعري طاح يوميا، رقيلي ونعيط وكلهم كانك تعيط، كانك رقيلك يا أخي مرتب كويس، قاعد هنا كان وجهك أسود، كان مش عارف شنو، كان ركبك الشيب. كيف بلادي نحق فيها تنحرق، خوتنا يموتوا كل يوم، هالي تبهدلوا، الناس تبهدلت، ونحن راقدين هانا نضربوا في الدولارات، ويا ريتنا غير نديروا في فايدة، ما نديروا في شيء. ما فيش موقف بك لا سياسي لا شيء لا، والله ما هامهم الا الدولارات اللي ياخذوا فيه. اقسم بالله هذه خيانة للوطن، وانا مش مستعد نشارك فيها. انا وائل السنوسي، علي سليمان رقرق، عمروني من الابيار، من بنغازي، وحسبي الله ونعم الوكيل في كل واحد خذا قرش واحد من رزق الليبيين. الكلام هذا انا قبل ساكت راه، لكن الكلام هذا نوجه خصيصا للناس اللي تعرف روحها، اولهم وحدين عندنا في السفارة هنا، وما نحس في حد. انا راه خالق الراس قاطعه، هذا موضوع منتهي، ما فيش نقاش بك. الحمد لله، اقسم بالله العظيم 3 اوراقهم كلهم عندي. لبز دايرين شيء غريب. لا المشكله يقول لك تعال صلي وراي، هاي قيم الصلاه، هي تعال صلي، تعال شوف كذابين، يسرقوا ويلبزوا مستفيدين منها. مش السفاره الليبيه راه، المفروض ما يسموهاش السفاره الليبيه، المفروض يسموها سفاره باسم فلان وفلان، لان السفاره تخدم فيهم هم وعائلاتهم وعيالهم واقاربهم، وهذا برنامجهم. بصراحه انا باذن الله الاسبوع الجاي مروح ليبيا، ولعلمكم هذه ثاني سنه، ومن كل موظف من حقه اجازه سنويه، انا لعن تو ما اعطونيش اجازه بك. انا كنت الوحيد في المنطقه الشرقيه في السفاره، بعدها جاء الدكتور فتحي البعاجه، بعدها جاء الاخ خالد الساحلي، توا تمينا 30 موظف، فيهم 3 بس من المنطقه الشرقيه، الباقي كلهم من المنطقه الغربيه. وانا كنت اللوم في خوتي راهو من اللي غادي. انا والله ماني من دعاة التقسيم، ولاني جهوي ولاني قبلي، الحمد لله تاريخنا معروف وواضح. عاد شوفوا الشيخ سليمان رقرق، وشوفوا من شارك في مفاوضات ومن اللي سعى في استقلال ليبيا، والحمد لله ما عمرناش كنا معول شر ولا معول هدم لبناء الدوله الليبيه، بل كنا بالعكس نسعوا ان نحن نوحدوا البلاد، وان البلاد تقعد من احسن الدول. لكن للاسف هذا اللي صار. كنت اللوم فيهم خوتنا اللي غادي، اللي يقولون نبوا فيدراليه ونبوا حكم فيدرالي وحكم محلي ونبوا كانهم مصدقوا. نشهد بالله كنت اللوم فيهم، لكن ما كانش عندي خبره، لكن قعدت معاهم وشفتهم، نشهد بالله ما هم شيء، مش معقبين شيء بك. اقسم بالله كان يحصل حتى راتبك ما تاخذه بك. كلام الدغم، فكونا من المجاملات، فكونا من الكلام الفاضي. انا ما نحس في حد، فهذا واقع. وواحد امس كتب لي تعليق يقول لي كانك ما تروح الليبي عايش تعيط من برا. انا البلاد يعمل مسيبت ترى لعلمك، انا قاعد برا مانيش هارب، قاعد برا نشتغل في عمل. وطلعنا لما كانت الظروف كويسه، لما صار الانتخابات وانتخبوا هيئه الدستور ومجلس النواب وبدات العمليه تمام، وفرحنا كله وقلنا بلادنا صار منها وتمام، وانا موظف الدوله وحصلت افاده للخارج وطلعت برا. مانيش طالع هارب، انا جندي في النهايه. بعد تبيني بلادي تلقاني نجي ونرفع بندقتي ونحارب، ما نحس في حد انا.
وانا مروح الاسبوع الجاي. مهزله كيف هذه ما نشاركش فيها انا. السلام عليكم.